انا انذره اوجه له شيء رسمي، لان هاي خطوه اولى، ومن ثم ستاتي الخطوات هو شو اللاحقه. السبب؟ يعني يبغى يعرف شو السبب، يعني إن انت منعت الفانيله وهذه معتمده وعليها موافقه من الاتحاد الافريقي. لا، هو مو بالضبط. منع الحين. هي المشكله اللي صايره الان انك انت يا اتحاد جزائري او ما ادري الجهه اللي لا، انت رحت وطبعت تيشيرتات لشركه انت لا تملك حقوق فيها. صحيح. وصنعتها واحضرتها للفريق، قلت لهم تفضلوا روحوا العبوا فيها. هذه اذا لبسوها الفريق كانت بتصير كارثه. صحيح. كارثه، مصيبه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الصورة اللي بعدها مشاهدي الكرام. طبعا تيشيرت نادي نهضة بركان، واحد من أقدم الأندية في المغرب، وهو طبعا الممثل الأول حاليا في المغرب خارجيا. طبعا الموضوع طبعا حصل في مطار الجزائر، وغادر طبعا بعث النهضة بركان بعد عدم خوض المباراة امام الفريق الجزائري. طبعا هذا تيشيرت نهضة بركان معروف، يعني التيشيرت طبعا خارطة المغرب عليه، وطبعا هذا شيء متعارف ان خارطة المغرب معترف فيها في الامم المتحدة، وكذلك خارطة معروفة طبعا من ضمن طبعا التيشيرتات المعترف فيها من قبل الكاف الاتحاد الافريقي، ولكن للاسف تم ادخال السياسة في الرياضة، وهذا طبعا ما يسر اللي حصل طبعا في الفترة الماضية من تخبطات مش إدارية ولا فنية. هذه طبعا من مستوى أعلى للأسف الشديد. محمد تغي تفضل. عبد الله، اللي صار للاسف هو تسييس واضح وتعامل غير لائق لبعثه. نعم، لبعثه نادي نهضه بركان، اللي انا ابارك لهم الفوز، وراح يتم اتخاذ قرار من الاتحاد الافريقي بفوزهم ان شاء الله 3-0، لكن على الاتحاد الافريقي فرض عقوبات على النادي الجزائري والسلطات اللي اثرت على مجريات هذه المباراه واللي سيست هذه المباراه، لان الكره في قوانين الفيفا كلها لو ترجع لها ما فيها تسييس، مثل اللي حصل في الاتحاد يوم مثل ما صار في الاتحاد مع الفريق الايراني. صحيح. تمام. فاليوم هذه الخريطه هي خريطه معتمده دوليا، مش في الامم المتحده في مجلس الامن، هاي الخريطه معتمده. شو دخل الرياضه شو فيها انت أصلاً؟ جيت زعلان من الخريطه ليش؟ يعني انا ما اعرف. لو الخريطه مش معتمده لهم الحق اليوم هم يقولون هاي الخريطه مش معتمده شلوها، لكن هي موافقه من الاتحاد الافريقي، من الدول اللي في الاتحاد الافريقي، موافقه ايضا من الاتحاد الدولي. فشو المشكله انت عندك؟ اذا كان عندك مشكله سياسيه بلغهم قبل ما يحضرون. صحيح. ليش تعبت البعثه ووصلتم ومانعت انهم يلعبون وعاملتم باسلوب؟ للاسف انت شفت الصور اللي في المطار، هكذا انت تعامل الضيف؟ تخليه جالس في المطار كم من ساعه وبعدين توصله للفندق وتقول له زيل الفانيله او التيشيرت هذا عشان عليه خريطه المغرب؟ يا اخي هاي خريطه المغرب، هاي خريطه وطن، ما راح يرضونهم بازاله الخريطه هذه ابدا. صحيح. لا، مو كذي الحين اخويا. الحين المشكله ان الموضوع مو بان الان عواقب هذه الامور اصبحت وراح تصبح امور كبيره، وراح تتصاعد خارج الرياضة، وراح يدخلون فيها اكثر من طرف. ليش؟ لان اليوم موضوع مش موضوع تيشيرت، اليوم هناك في حقوق تجاريه، سبونسر وكذا، طال عمرك هذا. فانت اليوم الشخص اللي اتخذ هذا الاجراء سواء كان اتحاد، هذا كذلك انت اعطيتنا ورطنا اليوم في رسالة طبعا على السبونسر الراعي للفريق. نعم. ابو احمد نعم. نشكرك طبعا على نعم. على هذا، وكذلك في هاي رسالة من اتحاد الكاف. موجود طبعا الرسالة ان نهضة بركان كان الأحق والأجدر. نشوف الرسالة إذا موجودة مشاهدي الكرام. تفضل أبو أحمد. بالضبط. اليوم تحولت الأمور خلاص إلى أمور قضائية، لأن هذا نادي نهضة بركان اليوم لا يستطيع أن يلعب بتيشيرت غير هذا التيشيرت، لأنه مرتبط بعقد. بالضبط. هذا من غير حقوقه الأصلية أنه يمثل صحيح. بلده، هو مرتبط اليوم بعقود رسمية. العقود هذه تكلفه في حالة أنه هو ما التزم بها راح تعرضه لمسائل وعواقب قانونية كبيرة. اليوم أنا أقول الأخوة في الاتحاد الجزائري أو الجهة اللي تسببت في هذا الأمور، يا أخواني ما يجوز هذا الكلام. طيب. صحيح. اليوم نحن أشقاء. بالضبط. وإكرام الضيف واجب. أكيد. طيب. للأسف هم نعم. لا أخذوا لا إكرام ضيف إن شاء الله، ولا أخذوا للأسف. أكيد. مشكور أبو أحمد. نشوف الصورة مشاهدي الكرام.
هذا طبعا عرضنا على الشاشه ابو احمد طبعا بخصوص طبعا الراعي او السبونسر، العلامه التجاريه، وطبعا هذا حق مشروع انه يكون في استفسار من الشركه او الراعي اتجاه. هذا مش استفسار، هذا اليوم طال عمرك خطوه اولى قبل التصعيد بالضبط القانوني. بالضبط. هو القانون كذي يقول، لازم انا انذره اوجه له شيء رسمي، لان هاي خطوه اولى ومن ثم ستاتي الخطوات هو شو اللاحقة السبب؟ يعني. يبغى يعرف شو السبب، يعني إن انت منعت الفانيله وهذه معتمده وعليها موافقه من الاتحاد الافريقي. لا هو مو بالضبط. منع الحين، هي المشكله اللي صايره الان انك انت يا اتحاد جزائري او ما ادري الجهه اللي لها، انت رحت وطبعت تيشيرتات لشركه انت لا تملك حقوق فيها. صحيح صحيح. وصنعتها واحضرتها للفريق وقلت لهم تفضلوا روحوا العبوا فيها. هذه اذا لبسوها الفريق كانت بتصير كارثه. صحيح. كارثه مصيبه. إيه. يستاهل طبعا ديما بركان يستاهل. نشوف الصوره اللي بعد مشاهدي الكرام. نبارك للمغرب حصول المنتخب المغربي للصالات للمره الثالثه على البطوله، مبروك للاتحاد المغربي، الجامعه الملكيه براس طبعا الاستاذ فوزي لغجع، والعمل الكبير في الجامعه الملكيه بفوز هذا المنتخب المميز للمره الثالثه طبعا على التوالي على التوالي على المستوى الافريقي. فارقين المغاربه ابو مطر اعتقد في المنتخب المره الصالات. اللي فاتت تتكلم عن التوالي، يعني في عمل تعرف عبد الله بشكل عام مثل في الجامعه من حيث النتائج في المنتخبات، شفنا صحيح. تطور كبير من كل النواحي، حتى بالنسبه للانديه في المشاركات الخارجيه. في الكره المغربيه ما خلت شيء، يعني حتى في الكره النسائيه، بس باقي نسلم السيد فوزي لغجع لعبه البيبي فوت هذه بعد بيبون الاول فيها، ما عندك نعم. مشكله. طيب. متميزين